تخيل معايا كده انك رجعت من الشغل او المدرسة تعبان جدا، رميت نفسك على السرير وقلت انا هنام 5 دقايق بس، وفجأة تصحى تمسك موبايلك تلاقيه فاصل شحن. تبص من الشباك كده تلاقي العربيات بتطير والناس لابسة لبس غريب. تنزل تشتري باكو شاي وتدي للراجل 10 جنيه يقولك ايه ده يا كابتن، ده من عصر ما قبل التاريخ. احنا دلوقتي بنتعامل بقى كريبتو بطيخ دلوقتي. وفجأة تكتشف انك نمت 300 سنة. هتقولي لا يا عم دي افلام خيال علمي زي كابتن امريكا كده. هقولك لا يا حبيبي، دي مش افلام، دي قصة حقيقية حصلت ومكتوبة في اعظم كتاب، القرآن الكريم. اهلا بيك مع الجينيوس. كوباية شاي تمام، وركز معايا عشان احكي لك قصة اصحاب الكهف بالكامل. قصة اصحاب الكهف مش بس قصة قبل النوم، لا، دي اول قصة سفر عبر الزمن وحفظ اله للتاريخ. القصة بتبدأ في مدينة اسمها أبسس، موجودة في تركيا حاليا، في زمن إمبراطور روماني طاغية اسمه دقيانوس. الراجل ده ما كانش مجرد ديكتاتور، ده كان شايف نفسه إله، وعمل قانون بسيط: يا تعبد الأصنام بتاعتي يا تودع راسك، مفيش أوبشن تاني. وسط الغمامة دي كان في مجموعة من الشباب. مصادر التاريخ بتقول إنهم كانوا أبناء نبلاء ووزراء، يعني شباب هاي كلاس كان عندهم كل ملذات الدنيا. لكن الفطرة السليمة جواهم كانت بتصرخ: ازاي نقبض حتة حجر احنا اللي نحتينه؟ فين الخالق العظيم؟ عارف لما تكون في شلة وكلهم ناويين على مصيبة وانت الوحيد اللي حاسس ان ده غلط؟ الفتية كانوا كده، وبترتيب إلهي عجيب اتقابلوا صدفة بعيد عن الناس، وكل واحد فيهم كان خايف يتكلم يفضحوه، لحد ما واحد شجاع فيهم نطق وقال: يا جماعة أنا بعبد الله واحد. فجأة الباقيين قالوا: واحنا كمان. ياه، الإيمان لما بيلاقي صدى بيبقى قوة جبارة. قرروا يسيبوا قومهم، وهنا تبدأ أول عبرة إيمانية. لما تلاقي البيئة اللي حواليك كلها فاسدة ما تقولش وأنا مالي، وما تمشيش مع الفصيح، ودور على الصحراء اللي تزرع فيها إيمانك. الملك دقيانوس عرف إن الشباب دول مش بيسجدوا للأصنام، استدعاهم وهددهم واداهم فرصة يراجعوا نفسهم، بس هم اختاروا الإيمان. قرروا يهربوا بالليل ويسيبوا القصور والفلوس وراحوا يدوروا على كهف الجبل. وهنا بيظهر بطل غير متوقع في القصة: كلب. أيوة، كلب شافهم ماشيين فقرر يمشي وراهم. الشباب خافوا الكلب يهوهو ويفضحهم، حاولوا يمشوه بس الكلب مصر. كمان بيقولوا اسمه قطمير، ده مش مجرد كلب، ده الكلب الوحيد اللي اتذكر في سورة الكهف، والكلب اللي اتخلد ذكره لحد يوم القيامة عشان بس صاحب الصالحين. عشان تعرف يا صاحبي إن الصاحب ساحب حتى لو كان كلب. دخلوا الكهف، ناموا عشان يرتاحوا من الجري، وهنا بدأت معجزة ربنا. ناموا بس مش نوم عادي، ده النوم العميق اللي استمر 300 سنة شمسية و309 سنة قمرية. هتقولي ازاي جسم انسان يفضل عايش 300 سنة من غير اكل ولا شرب وما يعفنش؟ اقولك اقرا القرآن وشوف الاعجاز. ربنا بيقول: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، يعني عينيهم كانت مفتوحة وهم نايمين. علميا لو العيون فضلت مقفولة السنين دي كلها، العصب البصري هيحصل له ضمور وتتصاب بالعمى، فربنا خلاها يبدشوا. تاني حاجة: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو المريض نام على سرير شهر من غير حركة هتجيله حاجة اسمها قرحة فراش، فربنا كان بيقلبهم علشان أجسامهم ما تتحللش وتتأثر بالأرض. تالت حاجة: الشمس تزاور عن كهفين ذات اليمين، وإذا غابت تقرضهم ذات الشمال. الأشعة بتدخل تطهر المكان وتديهم فيتامين د من غير ما تحرقهم، سيستم تكييف وحفظ رباني 100%. صحيوا الشباب مطوحين جعانين جدا. احنا نمنا قد ايه يا شباب؟ يوم أو جزء من اليوم. تحسهم زينا لما ننام في العصر ونصحى المغرب ما نعرفش احنا في أي يوم. بعت واحد منهم اسمه يمليخة معاه شوية دراهم فضة من أيام دقيانوس عشان يشتري أكل، بس متخفي عشان خايف من الشرطة. دخل السوق لقى الناس شكلها غريب، اللبس غريب، والأغرب إنهم ما بيعبدوش أصنام وبيحلفوا باسم الله. راح للخباز اداله العملة. الخباز بيبص للعملة، بيبص ليمليخة: ايه ده يا ابني؟ دي عملة من 300 سنة، انت وقعت على آثار ولا ايه؟ اتلموا عليه وخدوه للملك، والمفاجأة الملك في الزمن ده كان راجل مؤمن صالح. البلد كلها بقت مؤمنة. الملك والناس راحوا معاه الكهف، شافوا الشباب واتأكدوا إن دي آية من آيات الله عشان يثبت للناس إن البعث بعد الموت حق. بعد ما الشباب شافوا إن رسالتهم وصلت وإن ربنا نصر دينهم وحفظهم، ناموا النومة الأخيرة، ماتوا
والناس بنوا عليهم مسجد تخليدا لذكراهم. يا صاحبي، قصة أصحاب الكهف مش مجرد حكاية تسلية، دي رسالة من ربنا ليك في عز أزمتك. لو حسيت إن الدنيا كلها ضدك ومفيش مفر، الجأ لكهف الإيمان بربنا. ربنا قادر يوقف الزمن ويغير قوانين الكون ويقلب موازين الأرض كلها عشان يحفظ عبد احتمى بيه. خليك دايما واثق في تدبير ربنا، صاحب الأخيار حتى لو كانوا قليلين. لو عجبتك القصة دي ما تنساش تشترك في قناة الجن. قبل ما الفيديو يخلص دوس لايك وشير للجنة عشان توصلك كل الحاجات بنحبها من أول ما اتعملت لحد دلوقتي. صلى على النبي.